عرفني بنفسك. عرب حسين ابو سريع. حضرتك نسبة التعدي على الأراضي الزراعية هنا بتوصفها بإيه؟ إن هما الناس مثلا بييجوا يبنوا هنا. لا ايه ولا تكمل ايه ولا الاراضي هنا انتهت، هنا ما فيش اراضي خلاص، بقت مباني. في الارض هيك ما بتنفعش زرع، بنزرعها شويه ملوخيه شويه جراوه والظل بيموتها، ما فيش يعني زرع زي الاول. كنا الاول بنزرع طماطم وفول وكل حاجه، موجود. الوقت ما فيش. طب إيه السبب في المباني كده؟ بوظت الزرع هنا خلاص. إيه السبب إن الفلاحين بيبيعوا أراضيهم؟ مش في الحين اصحابه املاك. الناس بقى اللي احنا واخدين ارض بالايجار، ارض بالايجار، انما صاحب الملكه وبيبيع بيبني عماير زي دي. هو عايز فلوسه خلاص. إيه السبب في تجريف الأرض هنا؟ إيه السبب طيب إن هو بيجرف الأرض؟ هل الأرض مبقتش تصلح للزراعة؟ عايزين فلوس. هم اصحابه عايزين هم بيبيعوا الوقت الزرع الزراعه الوقت ما بيجيبش همها، بتاخد مصاريف ولا ما بتجيبش، فما بيبيعوا بيبني له حته عماره حاجه بيسكنها احسن من الزرع. طيب مصاريف الأرض هنا لو الزراعه بقى في مناطق تانية اراضي على بعضيها معلش، انما هنا ما تنفعش خلاص. المباني كلها الزرع من الظل والبتاع ما بيجيبش. طب انتوا كفلاحين متضررين من حاجة زي كده؟ ايه ده؟ ان من تجريف الارض؟ هو في فلاحين الوقت منتهى خلاص ما فيش فلاحين هنا الوقت خلاص كلها باعت اراضيها، واللي بنى واللي باع واللي ما فيش، كانت كلها زراعه كده، انما الوقت خلاص. حضرتك ان الارض اللي دخلت الكردون مباني ديت كانت صالحة للزراعة؟ الارض كانت تصلح للزراعه ولا وكانت احسن ارض للزراعه، انما جابوها مباني طوالي بقى خلاص انتهت. الحي عارف موضوع زي دوت ولا دي مباني بتتبني من غير اذن من الحي او تصريح؟ يا ست فين الحي حد بيصل وبيجوا يوكلوهم والحي ما بيجي ولا لو في حي ولا في حي ما كان خد شهمة الزحمة.